السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نحاولوا ما أمكن نجاوبوا على تعليقات بعض المتابعين واللي كتمحور حول السجل الوطني للسكان والتغطية الصحية الإجبارية والسجل الاجتماعي. لكن في الأول غادي نحاولوا أولا نركزوا على السجل الوطني للسكان وطريقة ديال التسجيل فيه. وقبل ما نبداو الشرح كنشكروا المتابعين ديالنا الكرام سواء القدماء أو الجدد، ونزيد نأكد لكم أن القناة موضوع رهن إشارتكم لتعليقاتكم وتساؤلاتكم. أغلب التساؤلات اللي جاتنا للقناة خاصة من الفلاحين واللي كيسولوا على الطريقة ديال التسجيل في السجل الوطني للسكان وطريقة الحصول على الكود ومزايا التغطية الصحية الإجبارية لامو. لكن في هذا الفيديو غادي نحاولوا نجاوبوا على العموم سواء اللي يتعلق بالفلاحين أو غير الفلاحين. إذن باش نحصلوا على هذا الكود المدني أو الاجتماعي الرقمي لازم علينا نتبعوا المراحل والخطوات التالية. المرحلة الأولى كنعمروا واحد الاستمارة ديال التسجيل في الموقع على الانترنت. الموقع غادي يكون أسفل الشاشة. غادي نديرو في هذه الاستمارة نديرو فيها الموعد نحددوه في مركز خدمات المواطنين التابع لنا، وهذا المركز ديال خدمات المواطنين كيكون سواء في الجماعة أو المقاطعة اللي حنا تابعين ليها، أي اللي عنوان السكن ديالنا تابع ليها. وبعد ما نكونوا عمرنا استمارة التسجيل في الانترنت وخرجناها كنتوجهوا مباشرة لمركز خدمات المواطنين باش نكملوا إجراءات التسجيل. وهاد الإجراءات التسجيل غالبا كتكون حلا واحد البحث على الحياة ديالنا وطريقة العيش والممتلكات والمدخول والعمل. ومن الأفضل نجيبوا معنا جميع أو نحضروا معنا جميع الوثائق والنسخ اللي كتهم حياتنا الشخصية باش نسرعوا إجراءات التسجيل. وبعد ما يكون المسؤول عن التسجيل في السجل الوطني للسكان خدا جميع المعطيات حول الحياة ديالنا كيتم أخذ واحد الصورة للوجه ديالنا والقزحية ديال العين. بعد ذلك كيعطونا واحد الرقم أو الكود خاص بنا، وهذا الرقم غادي يكون طول الحياة مع أي شخص، وكتكون فيه واحد 10 الأرقام غير متتالية. وهذا الكود هو اللي غادي تستعمل الدولة في أي إجراءات ديال الدعم مستقبلا. والحاجة اللي هي مهمة لأنه السجل الوطني للسكان هو أول خطوة باش نتسجلوا في السجل الاجتماعي. يعني ما يمكنش لك تسجل في السجل الاجتماعي إلا ما كنتيش مسجل في السجل الوطني للسكان. وفي الفيديوهات الماجية إن شاء الله غادي نتحدثوا على التغطية الصحية الإجبارية لامو وطريقة الاشتراكات وطريقة الدفع وطريقة الإعفاء مثلا لبعض الناس جاهم الكود وهم محسوبين على الفلاحة وفي الحياة ديالهم العملية ما كيمارسوش الفلاحة بتاتا. غادي نحاولوا نتحدثوا على جميع هذه المواضيع بصفة تفصيلية. كنشكركم مرة أخرى على المتابعة، وفضلا منكم الاشتراك في القناة والتعليق ولايك ومشاركة مع الآخرين. بفضلكم تكبر القناة. حفظكم الله من كل مكروه، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله.